تعالوا بقى نعمل النهارده معانا سندوتشات جوع اخر الليل. بنبقى كلنا جعانين وطبعا مصيفين حضراتكم، وعايزه اقول لكم كمان في العيد تبقى سندوتشات حلوه جدا، سندوتشات تنفع للمصايف، حلوه ولذيذه وسهله وبسيطه جدا. وكلنا بقى في العيد يبقى عندنا سجق، وتعالوا نعمل بيها احلى سندوتشات. في طاسه معايا كده من غير اي حاجه ولا اي ماده دهنيه، نزلت معايا بنص كيلو من السجق مقطعاه قطع. وزي ما انتم شايفين انا استكفيت بالماده الدهنيه اللي هتنزل من السجق. هحط عليها، بس احنا عارفين ان السجق بتاعنا بيكون متبهر. نزلت عليها برشه فلفل اسود، ويا سلام لو معاكي معلقه من هريسه الشطه بيبقى خطير، او الفلفل الاحمر بتبقى تحفه يا بنات. شوحت تشويحتين، نزلت بطماطم وفلفل فقط، وبعد كده نزلت برشه بسيطه جدا من بهارات اللحمه او السبع بهارات. الملح كان هنا اللي عايز ملح معايا، نزلت بحبه ملح، واول ما ينشف معايا الصوص كده بس كده. تعالوا بقى نجهز السندوتشات معانا. عايزه اقول لكم بقى بعيش بلدي، بعيش فينو، بيبقى تحفه خرافه جدا. وكمان يا سلام لو عليهم شويه طحينه. جبت معايا هنا عيش التورتيلا، وحطيت نقطه زيت في الطاسه بتاعتي وعلى نار هاديه. هبدا احط السجق وعليها شويه جبنه موتزاريلا، ونقفل كده نطبقه زي ما انتم شايفين، يا دوبك ياخد تحميصه ولون من الجنب ده، ونقلبه على الجنب التاني وبس كده. بيبقى تحفه وخطير وبسيط وحلو جدا. سندوتشات بقى ينفع اي حاجه. طريقه السجق اصلا يا بنات لوحدها خطيره جدا. اتمنى لايك وشير لو عجبك الفيديو، ومتابعه الصفحه او اشتراك في القناه. كنتم مع ابتسام الجبالي، والسلام عليكم.